في قلب الإسكندرية، في شارع رشدي العتيق، عمارة مش زي أي عمارة. عمارة رقم 11 بنيت سنة 1961 على أرض كان فيها مقبرة قديمة، والناس هنا بتقول عليها عمارة العفاريت. كل اللي سكن فيها كانت لحكاية غريبة، ناس ماتت وناس اختفت وناس تانيين قالوا إنهم شافوا حاجات ما ينفعش تتوصف. والباب كل ما يتفتح حد بيختفي أو يموت. في الستينيات لما اتبنت العمارة محدش كان يعرف اللعنة اللي هتيجي وراها. الشقة رقم 14 كانت محور كل القصص. حوادث غريبة بدأت تظهر من وقتها، أصوات، همسات، وأشخاص بلا وجوه بتظهر فجأة. وفي السبعينيات الحكايات زادت، حد مات وهو نايم، وحد تاني اختفى من غير أي أثر. العمارة اتقفلت لفترة، بس دايما كانت الناس بترجع تفتح أبوابها. في سنة 1996 كريم شاب راجع من الخليج قرر يشتري الشقة رقم 14. في أول ليلة كتب في دفتره في صوت بيهمس باسمي، مش عارف جاي منين بس واضح جدا. تاني ليلة الأثاث بدأ يتحرك لوحده، وتالت ليلة كريم اختفى، الباب مقفول والمفتاح جوه، ودفتره لسه مفتوح على آخر صفحة كتبها. جارنا العجوز في العمارة كان بيقول: أنا شفتهم واقفين عند الشباك بس من غير عيون، واقفين كأنهم مستنيين حد، بس اللي بيرجع ما بيكونش زي ما راح. النهاردة العمارة اتجددت، لكن الشقة رقم 14 فاضية، والباب دايما بيتفتح لوحده بالليل، وصوت بيهمس دايما: خليك هنا ما تروح. لو القصة دي خلتك تفكر، ما تنساش تكتب لنا رأيك، وافتكر في خارج التغطية دايما في حاجة مستخبية مستنية حد يفتح بابها.